واللي كيميز هاد السلالة هو أنها يعني كتعطي حتى الصوف بكثرة. سبحان الله الصوف ديالها دغيا كتكبر، يعني دزها في هاد الشهر واحد تقريبا ما تفوتش 2 موا كتلقاها عاوتاني عمرت الصوف. هادي خروفة صغيرة، هانتوما كي كتشوفوا القوائم ديالها. الفصيلة ديالها مختلفة شوية عليها كما هو معروف، ولكن كتعمر تبارك الله اللحم. يعني هذا الخروف وهذه خروفة. وبالمناسبة كاين هاد العام يعني كما تيقولوا الغلاء في الحولي، في الأثمنة ديال الخروف. أنا كنشوف أن الكساب يعني العام كامل هو تيضرب في تمارة. يعني وأضيف إلى ذلك أن الأعلاف يعني بدات يعني ماشي غلات، يعني الثمن ديالها وصل لواحد الدولة هنا ما كتدخلش في هاد الباب. إلا كان غيكون دعم المواطن غيكون دعم للفلاح بطريقة مباشرة، أما باش يعني يكون استنزاف للفلاح الكساب وفي الآخر نقولوا ليه الثمن غالي، ما مسألة يعني المواطن الله يحسن العون، ولكن حتى الفلاح الله يحسن ليه العون. العام كامل هو تيضرب في تمرة باش كتجي ديك المناسبة كيبيع الخرفان ديالو شوية بثمن معقول. حنا ماشي كنقولوا يزيدوا في الثمن، ولكن على الأقل يكون دعم للكسابة. حنا ماشي كسابة، ولكن حنا كنهضروا على الكسابة بصفة عامة في المغرب. يكون دعم يعني في مسألة الأعلاف، يعاونوا شوية الفلاح. وبحكم أننا بلد فلاحي يعني خص يكون عندنا وفرة في رؤوس الأغنام، وفرة حتى في الأعلاف. ويكون عندنا تقريبا يعني واحد تكون عندنا سياسة باش نشجعوا يعني مسألة التربية ديال الأغنام، ونديروا كما كيكون كما كنديروا تكوينات في مجال ديال الصناعة والكوميرس وما جاورهما. نديروا فورماسيون للفلاحة، هكا دي سيمينار واخا هي 15 يوم، نجمعوا فلاحة ويكونوا على اطلاع بأحدث الإمكانيات والطرق والوسائل لتربية الأغنام. ويكون يعني لقاء مع مؤطرين بما فيهم أطباء بيطريين وناس اختصاصيين وتقنيين وديزانجينيور، الناس يكونوا يعني كيقربوا الفلاح من كل ما هو جديد في هذا المجال، باش ديما الفلاح يكون يعني على اطلاع بالطرق والأساليب باش يعطي جهد أكثر ومردود أكثر في مسألة يعني تربية الأغنام ولا الأبقار. المهم بصفة عامة الحاجة اللي كتكون كتنفع المواطن، نكونوا حريصين على أننا نكونوا الفلاحة في هذا الخصوص.
كما كنديرو في المجال الفلاحية في الزراعة وما جاورها، حتى في مسألة ديال التربية ديال الأغنام وكذا يكون عندنا يعني ماشي تكون هكا تربية عشوائية. بعض المرات كتلقى القطيع يعني كيمرضوا فيه 20 30 بياسة، كتمشي تلقى الفلاح ما عندوش يعني معرفة وما عندوش تقنيات وما عندوش أساليب باش أنه يتدخل أو لا يكون على بال. إلا كان بطبيعة الحال عنده إلمام اطلاع بالمجال بنوع الدواء اللي غيستعمل، ولا شنو هما مثلا العلامات ديال المرض قبل فاش كتمرض الكسيبة ولا قبل ما تمرض، المؤشرات اللي كتقول أن كاين هناك واحد الخطر على قطيع ولا لا. هادشي كله خص الفلاح يتلقاه عبر كي قلنا واحد دورات تكوينية تكون كديرهم الدولة، فهكا في المداشر والقرى والدواور والجامعات وما إلى ذلك كما كيديروا في كاع دول العالم. دائما تيبقى يعني هذاك اللي كيدير الانتاج يعني فلاح ولا صانع ولا كذا، ديما الدوله كتحاول تفورميه من جديد وكطلعوا كيكون على اطلاع بالجديد. المهم نتمنى ان هذا العيد يدوز عليكم بالصحه والعافيه، وان كل شيء يلقى باش يعيد. حنا دراوش ولكن قلبنا مع الدراوش. الا كان هذا العام الحولي يعني في المتناول داكشي اللي بغينا، كان شويه الغلا نطلب الله سبحانه وتعالى ان الدوله تدخل وتلقى شي حل. حنا عارفين ان يعني الحلول كتكون ترقيعيه في اغلب الاحيان، ولكن خص تكون حلول جذريه، حلول من القاعده من التحت. الحاجه اللي خصها دار، الحاجه اللي ما خصهاش ما دارش. شجعوا الشباب على انهم يديروا الفلاحه شويه في المغرب، ماشي كلشي يمشي للمدينه. المدينه راه عمرت العروبيه، اهتموا شويه بالمجال القروي لانه هو مصدر كنقولوا مصدر الغذاء وكلش. الا خطاتنا العربيه يعني بنادم راه يموت بالجوع بطبيعه الحال. مطيشه كانت وصلت والبصله وصلت والبطاطا وصلت الاثمنه. يعني علاش هادشي؟ لان الفلاح ما بقاش قاد انه صافي يواكب طلب، كنقول احنا العرض والطلب ولا الطلب والعرض. المهم وكي قلنا المهم يكون يعني واحد سياسة هادفة بالنسبة كنقولوا حنا العربيات، يعني القرى. الناس ديال البادية هما الدينامو ديال الاقتصاد الوطني. ما تقولش لي حنا بلد صناعي، حنا بلد فلاحي بالدرجة الأولى، باقي ما وصلناش للبلد الصناعي، وبالتالي الفلاحة هي الأساس. وما نخليوش يعني شركات العقار وداكشي ديال يستوليو على الارض بدعوى انها حكا ارض فلانيه ارض كداويه. لا حنا نديرو زحف على المجال الفلاحي. لا الناس خصها ما تاكل. تيجي نبقاو حنا ديما البوطون والسيما والحديد. الله ودي بارك المدينه تبنات بنيو الفوق بنيو في السماء. حنا الارض بغينا التيران اللي نستغلوه نديرو فيه زراعه، شي حاجه ديال الكسب، شي حاجه ديال هذا. الناس اما كل مدينه يكون عندها مجال داير بها قروي كيفورنيها. يعني ديك مساله اللامركزيه اللي كتحل هذه والمركزيه فيما يخص القرارات تكون حتى في مجال الاقتصاد. ما نكونوش حنا ديما كنعتمدوا على جهه وحده ولا لا، كل مدينه يكون داير بها واحد المجال. كل مدينه يكون عندها واحد مجال داير بها ديال اللي غادي يخليها تستافد منه. شحال هادي انا تنعقل غير هنا في مدينه سلا، كانت تقريبا مدينه سلا دايره كامله ارض فلاحيه. كانوا السواني كانت الخضره كتجيب باقي عاقل انا بدرهم 16 ريال. غتقول لي العالم تغير، اي العالم تغير ولكن الارض ما تبدلتش. باقي الارض كتنوض تزرع، تنوض خيزو، تنوض اللفت، تنوض البطاطا. حنا اللي تبدلنا. المقاربه الشموليه والسياسه ديال هذا هي اللي تبدلت.
لا حنا ضروري خصنا ننبتوا العمارات باش نكونوا زعما حنا بحكم دولة متحضرة. لا، دولة متحضرة كيكون عندها اقتصاد مستقل، كتحقق الاكتفاء الذاتي ديالها في جميع المجالات. المواطن كياخذ واحد الحاجة بثمن رخيص، ديك الساعات كنقول انا بون، انا حققت اودي. ماشي حنا ناخذوا الحاجة بحال حنا في ميريكان تنقولوا حقا لا، راه كاينه اكراهات، ما كاين لا اكراهات ولا هم يحزنون. كاين اهمال كيتعلق في هذا المجال كي قلت لكم، مسألة ان الارض ولات كتستغل لاغراض اخرى، مضاربات وما جاوراها. لا، خصنا الارض ديال الفلاحه تبقى الفلاحه، الارض ديال البني سيروا للجبال وبنيو، يعني جبل فيه الحجر بس غير صالح للزراعه وبنيو. الارض اللي مواطيه ومزيانه وجات على، ماشي نقولوا حنا عندها واحد حق واحد المنظر السياحه وكذا، راه